في ناس بتمر في الحياة زي الظل، وفي ناس تانية بتبقى زي الزلزال بيغير شكل الأرض كلها. وعائشة راتب كانت الزلزال ده. طالبة متفردة ومتفوقة طول عمرها، اتخرجت بتقدير جيد جدا. منين بقى؟ كلية الحقوق، وده كان أعلى تقدير وقتها. وتعينت أول معيدة بقسم القانون الدولي، ومن بعدها أول امرأة تحصل على الدكتوراه في القانون الدولي. لما قدمت عشان تبقى قاضية في مجلس الدولة اترفضت لأنها ست، وقال رئيس الوزراء وقتها حسين باشا سري إن ده ضد تقاليد المجتمع، فرفعت دعوة ضد الحكومة كلها لانتهاك حقوقها الدستورية. ودي كانت قضية جديدة من نوعها تماماً، وطبعاً اترفضت لأسباب سياسية، لكن ده ما منعهاش وما أحبطهاش، واستمرت في مسيرتها. ونتيجة لعزيمة واجتهاد الدكتورة عائشة راتب، تعالوا بقى نعد إنجازاتها. اختيرت كوزيرة للشؤون الاجتماعية والتأمينات، وكان ليها الفضل على كتير من الناس بسبب قوانين التأمينات اللي خلت بيوت الغلابة كلها مفتوحة، وقوانين تانية مهمة زي القانون اللي بيفرض على الجهات الحكومية تعيين 5% من مجمل موظفيها من ذوي الهمم. وكانت أول سيدة عربية تلتحق رسمياً بالسلك الدبلوماسي، فكانت أول سفيرة مصرية في الدنمارك وألمانيا الغربية. عشان كده الدكتورة عائشة راتب كانت وهتفضل مثال للمرأة المصرية العظيمة اللي أثبتت نفسها في كل مكان ومنصب مسكته.